هل تعرفون ما الذي يعنيه لومومبا للجزائريين بعيداً عن الكان والملاعب وكرة القدم التي أعادته إلى الحياة؟ أسدل الستار على نسخة كان 2026 بتتويج السنغال بالكأس، لكن لعل أبرز ما رسخ في أذهان المتابعين لهذه النسخة والمشجعين في الملاعب هو هذا الرجل التمثال الذي جسد الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا. وبعيداً عن هزيمة منتخب الكونغو أمام الخضر وحركة عمورة التي أثرت الجدل الكثير، هل تعرفون ما الذي يربط لومومبا بالجزائر؟ كان باتريس لومومبا يحمل المبادئ الثورية نفسها المناهضة للاستعمار، تلك التي حملتها جبهة التحرير الجزائرية. كان مؤيداً صريحاً لثورة التحرير، كان يرى أن استقلال الجزائر جزءاً من تحرر إفريقيا كلها، وعبر أيضاً في خطاباته عن دعمه لحق الجزائريين في تقرير المصير. هل هذا فقط؟ لا طبعاً. باتريس لومومبا، نجل باتريس لومومبا، قال إن والده أرسل 11,000 بندقية لجبهة التحرير الجزائرية عبر فرانس فانون. ورغم إقصاء كل من الكونغو والجزائر من كأس إفريقيا للأمم، واصل المشجعون وحتى بعض اللاعبين تقليد الوقفة الأسطورية للومومبا لكونه رمزاً لا يزال حياً في الذاكرة الجماعية. هل شد انتباهك أيضاً تمثال لومومبا؟ شاركنا رأيك.